عمرك سألت نفسك الناس اللي بتحبها اتغيرت ولا هما دايما كانوا كده وانت اللي لسه كنت شايفهم غير؟ في المشربية لما الليل يهدى والدنيا تسكت بنبتدي نلاحظ تفاصيل صغيرة. ابتسامة كانت حقيقية قبل ودلوقتي شكلها مختلف، كلمة كانت صادقة قبل ودلوقتي شكلها زي العادة. ونسأل نفسنا الناس اتغيرت ولا احنا بس شفناهم بعين مختلفة؟ الناس مش بتتغير، هي بس بتكشف عن اللي جواها مع الوقت، أو الظروف بتفرض عليهم يتعاملوا بيها معاك كده. النهاردة هنتكلم عن الناس اتغيرت ولا بتبان على حقيقتها. بس قبل ما نبدأ الكلام ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ الحكاية. أحيانا الظروف بتغير السلوك. أصدقائك زمان لما الدنيا كانت سهلة كانوا أقرب ليك، بس مع الضغوط كل واحد بدأ يحمي نفسه، فتلاقيهم أبعد أو أشد قسوة، مش لأنهم اتغيروا بس لأنهم اتكيفوا مع الظروف. وأحيانا بنكبر ونفهم أكتر، أحيانا إحنا اللي اتغيرنا، نفس المواقف اللي قبل كنا بنعديها دلوقتي بتوجعنا وبتبان الناس بطريقة مختلفة. اللي كنا بنسميه إنهم اتغيروا، لأ، إحنا اللي بقينا نلاحظ التفاصيل. وأحيانا التوقعات بتخوننا، نتوقع منهم يكونوا زي ما كنا عايزين، ولو الواقع اختلف بنقول اتغيروا. الحقيقة إنهم كانوا دايما كده، إحنا اللي كنا بنهمل العلامات. كانت في واحدة صاحبتي من أيام الجامعة زمان، لو قالت لي أنا موجودة كنت بحس بالأمان. دلوقتي كلمة أنا موجودة أو موجود أحيانا بتيجي متأخرة، واللي حسيت بيه زعل، خيبة أمل. لأ، حسيت بالحقيقة، معظم الناس مش اتغيرت، إحنا اللي شفناهم بعيون مختلفة. الناس مش دايما بتتغير، هي الحياة اللي بتكشف عنهم، واللي اتغير غالبا إحنا اللي اتغيرنا. وعلشان كده مهم نحافظ على هدوءنا ونفهم الواقع قبل ما نحكم على الناس. الناس مش بتتغير، هي بس بتبان على حقيقتها مع الوقت، وانتم اللي هتعرفوا قيمتكم مع اللي حواليكم. ودلوقتي انتم شايفين الناس اللي حواليكم اتغيرت ولا انت بس اللي بقيت شايفهم بعيون جديدة؟ في المشربية بنسيب الدنيا بره وبنقعد شوية مع نفسنا لحد ما القلب يهدى. وهنا في المشربية بنحكي حكايات من الحياة شبهنا، طالعة من القلب. أشوفكم في ليلة جاية من ليالي المشربية. ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب.